اللعبة التي لا يمكن حذفها قصة حقيقية من قلب الدارك ويب. في إحدى الليالي المظلمة وصلني بريد إلكتروني بلا عنوان يحتوي على رابط غامض من الدارك ويب. الرابط كان بعنوان: اللعبة المحرمة لا تفتح إلا إن كنت مستعدا للموت. دفعتني الرغبة في التحدي إلى فتح الرابط، وبدأ التحميل دون إذني. ظهرت نافذة سوداء وكتب فيها: أنت الآن أحد اللاعبين، الخروج ممنوع. بدأت اللعبة ببث مباشر لغرفة مظلمة وفيها رجل مربوط يصرخ ويستغيث. اقتربت الكاميرا من وجهه فصرخ باسمي الحقيقي. تجمدت الدماء في عروقي. كيف يعرفني؟ ولماذا ظهرت صورتي في خلفية البث؟ حاولت إغلاق النافذة، لكن اللعبة أصبحت هي نظام التشغيل كله. انقطعت الكهرباء وانعكست صورة رجل غريب خلفي في شاشة اللابتوب السوداء. رسالة جديدة ظهرت: لا يمكنك حذف اللعبة إلا إن حذفت نفسك. إشارة تحذير: إن كنت ما زلت تشاهد، لا تكرر خطئي ولا تضغط على أي رابط مشبوه. وشارك الفيديو مع أجرأ أصدقائك، فقد تكون اللعبة تبحث عن لاعب جديد.